السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من لعبة كلاش اوف كلانس. معانا 3 استراتيجيات هجوم النهاردة حلوين قوي. واول استراتيجية معانا هتكون 8 تنين كهربائي و2 بالون وواحد كلب حمم، ومعانا 4 تعويذة غضب و3 تجميد. وهنا لو انت حابب بقى يكون بالون من ده او من النوع ده، بس انا بفضل ده عشان يمشي مع التنانين. ولو انت معاك عملات فانت ممكن تاخد تنين ناري واتنين تجميد. واما بقى عن الابطال، فانت لو تشكيلتك 12 فانت ممكن تاخد البطل الملكي وامير المنيون والامر. ولازم يكون بيطير، مش اللي هو بيمشي على الارض، عشان لو بيمشي على الارض انت ممكن برضو يموت معاك على طول. ويلا نخش. بعد ما لقينا صياد النحس معانا، عندنا بقى ايه هنهجم ازاي؟ انا عندي هنا اختيارين، يا اما اجم من تحت يا اما اجم من فوق، فانا بفضل اجم من فوق عشان ندمر مدفعية النسر اول. هنهجم ازاي؟ اول حاجة هننزل الامر ومعاه ده ومعاه بالونين، وقبل بقى ما ننزل التنانين ننزل دول. ايوه بس كده، ننزل البالون الكبير وننزل التمن تنانين وننزل الامر معاه. نستنى بقى شوية لحد ما البطل هيبقى زي عملية التنظيف. نبدأ بقى نحط هنا واحد تعويذة غضب وواحد تعويذة غضب هنا. لحظة واحدة هيبدأوا يخشوا كلهم مرة واحدة اهم. واحدة هنا بقى، طالما كلهم اتجهوا الاتجاه ده انا عايزهم يتجهوا اصلا في النص. شوفوا تقريبا كده خلاص هيدمر نص الخريطة كلها بتاعت آه هنا بقى هنضطر نفعل تعويذة التجميد هنا وتعويذة التجميد هنا وتعويذ القوة اول ما يدمر القلعة. ايوه بس افتح كده كده لينا المكسب. هننزل فين بقى؟ ننزل بطل هنا عشان نكمل بقى عملية التضييف من هنا مع امير المنيا. نصبر بقى شوية يا جماعة. قبل ما اكمل الفيديو، لو ما عملتش لايك واشتراك وما تنسى تنزل تعملهم دلوقتي. ويلا نكمل معانا الفيديو. اوبا ده انا ناسي، لقينا يا جدعان طلع معانا عدو تعزيزات، معرفش اتصرف معاهم ازاي دلوقتي. وما فيش حل الا امير المنيا ايه ده؟ خلاص كده انا كسبت. خلاص يا جدعان انا كسبت، جبت 100%. ولسه معانا قدرة ال الامر 3 نجوم. تاني خطة معانا هيبقى 12 باولر و11 ساحرة و5 جولم تلج و3 غضب و5 تلج. اما بقى بالنسبة للآلات الحصار هتبقى هي واحدة بس، انا عامل 3 وخلاص اللي هي الجدران. بالنسبة بقى للتعزيزات هنفضل ايه؟ واحد يتي وواحد عملاق وواحد مدمر الجدران وواحد جولم تلج وواحد غضب. ويلا نخش نلاقي بس الاول خصم جدير بنا. ويلا نخش. بعد ما لقينا خصم احنا لقينا ديت مدفعة النسر متدمرة عنده، فكويسة والله. بس لو هتشوف المدفع صعب، فنحاول نهجم. احنا طبعا هنهجم من الاتجاه ده اهو. اول حاجة هننزل، هنخليه بس ماشي. اول حاجة هننزل هنهجم بالاتجاه ده ماشي. هننزل 5 عشان يقطعوا الطريق، وننزل 5 بس قطعوا الطريق. هنبدأ بقى ننزل ال5 جولم وننزل الامر. نستنى دقيقة. نستنى نعمل هدمة الجدران، ده ممكن يفرق معانا جامد اوي. ننزل التعزيزات كلها بعدين بس نستنى بقى الملكة، هنخليها هي اللي تنظف بعدين. ايوه نستنى. نحط واحدة سحر غضب. ايوه زي ما انتوا شايفين اهوت بدأوا يدمروا كل حاجة قدامهم.
ايوه كده القلعة خدنا نجمة، كده القلعة اتدمرت. نبدأ بقى نحط واحدة تعويذة غضب تاني هنا اهوت، وواحدة غضب هنا بالظبط. نبدأ بقى ننزل الملكة، لسه معانا تعويذات تجميد كتير اوي. هنبدأ نحط واحدة هنا وواحدة هنا، هنبدأ نعملهم بعشوائي كده، كده احنا كسبانين. لسه كل الأبطال بقوتهم. تعال نستخدم قوة البطل، يلا. يلا قوة الآمر كان يا عم، يا عم احنا خاربينها. لسه اتبقى معانا 3 بس كده. 3 نجوم تاني مرة. هنا بقى لو انتوا هتلاحظوا مدفعية النسر متطورة على آخرها، وفي برج النار، وفي كل حاجة موجودة اهي. فاحنا بقى هنخش ازاي؟ هنخش من الطريق ده. أول حاجة هننزل 5 من هنا و5 من هنا، ننزل آمر وننزل هدمة الجدران وننزل بيت القوات. أو أهم حاجة البولر الأول، بعدين ننزل الساحرات. هوبا غلطت غلطة كبيرة أوي، نسيت أنزل جولة. طبعا ده ممكن نخسر فيه أوي. طبعا ممكن أخسر. نبتدي تعويذة القوة هنا، وفعل تعويذة الآمر، تعويذة غضب تانية. أيوة دمرنا القلعة، خلاص دمرناها. بس كده دمرناها. ننزل الملكة بقى تكمل بقى على الباقي. زي ما انتوا شايفين لسه اتبقى معانا جنود كتير قوي ممكن نتمم بيها، ولسه قوة البطل وقوة الملكة. زي ما انتوا شايفين خلاص الملكة قربت تموت، ما تبقالناش الا تعويذة تجميد واحدة، يلا نستخدمها، وتعويذة قوة، وبس كده. هي نفس الخطة اللي لعبناها قبل كده، عشان اثبت لكم ان هي خطة فعالة جدا، مع اني مش مطور كل حاجة ماكس. يعني انتوا عندكم البطل والملكة والآمر مش متطورين ل60 ولا 65 ولا اي حاجة. مبدئيا احنا كسبنا خلاص، ما تبقاش الا الرمي السام والبرج الساحر. خلاص جبناه خلاص اهو. يلا بقى خلاص جبناه، ايوه بس كده 3 نجوم. اما عن تالت تشكيلة، فهي تشكيلة برضو مضمونهاش قوي. هي 5 بيكا و11 باولر وواحد كلب حمام و4 هم اسمهم ايه، 4 مهندسين و5 تلج و3 تعويذة غضب. اما بقى هنا لو انت معاك برضو تعزيزات ممكن تطلب دعم زي ايه، 1 تنين وواحد غضب وواحد يتي. واما هنا بقى على آلات الحصار، فانا منصحكش انت تستخدم دي، هي بس هدمت الجدران بس. واما عن البطل فهيكون الامر والملكة والملك. يلا نخش. هنا خطة انا حاسس ان هي خطة اللي هيبصلها من البصة الاولى ضعيفة، لكن انا حاسس ان هي قوية جدا. فطبعا هنبدأ من هنا من فوق عشان ندمر مدفع النسر. اول حاجة هنزلها هدمة الجدران على ما تشيل شوية، يكون ان ايوه بس كده دمروهم. نبدأ ننزل الآمر الأول، وبعدين كلب الحمام. أنا معرفش ايه فايدته، بس أنا جبته وخلاص. بعدين ننزل 11 باولر، وبعدين 5 بيكا، وما تنساش الملك معاهم. نحط هنا تعويذة غضب لأن كلهم هيجوا بالاتجاه ده، وتعويذة غضب كمان، تعويذتين تجميد هنا. نبدأ بقى ننزل الناحية التانية الملكة والأربع معالجين.
نستنى بقى. نحط واحدة هنا تعويض الغضب. طبعا كان في بيكا تقريبا من ناحية اليمين بس كلهم ماتوا. انا بقول ما نعتمدش الخطة دي جامد اوي في اللعب، لان هي خطة مش مفعالة. طبعا الملكة تحت بتنضف وهتقابل الملكة كمان. اوبا، فعلت تعويذة الملكة. هنديلها تعويذة غضب دلوقتي عشان ما تموتش. نفعل تعويذة البطل هو كمان. طبعا انا شكلي خسرت في المعركة دي. والبطل كمان هيودع. البطل ودع يا جماعة. حتى ما خدتش نجمتين بس مش مشكلة، عادي عادي عادي. نجرب مرة كمان وخلاص. ايوه، اهم حاجة بس ناخد ديت عشان يفتح لنا القسم الجديد وناخد حاجات جديدة. بس كده الملكة ماتت. عدلت في الخطة وشيلت كلب الحمام وحطيت اتنين هنا. عشان كلب الحمام دي المفروض في الخطة اللي هي بتاعت اللي فيها تنانين. لكن انا خطتي ارضي، فنحط كلب الحمام احسن. وطبعا مننساش ديت ميلانوكو. لقينا سعيد النحس معانا برضو، فاحنا قدامنا خيارين برضو زي الجيم الاول، يا نهجم من قدام يا نهجم من ورا. فانا بفضل برضو الهجوم من قدام. هننزل الامر الاول بس يدمر الحته اللي في الوش دي، وننزل مدفع اسمه فايت ايه يا جدعان. نحط هنا 5. حطهم كلهم يلا مش فارقه. هننزل 2 جولم ونبدا بقى بخطتنا كلها. ايوه بس كده. حط وعدة تعويذ الغضب لان كلهم هيخشوا من دلوقتي. ايوه هو ده اللي انا عايزه. نسينا نحط البطل الملك بس مش مشكله، حلو خليه يبقى وراهم كلهم. نحط وعدة غضب تاني برضو. طبعا هنا ممكن يسلكوا المسار ده. ايوه هو ده المسار اللي انا عايزه. حطينا واحدة تجميد عشان نعك مدفع النار، وواحدة غضب كمان. حط واحدة تجميد هنا برضو. على قد ما تقدر حاول تحافظ على البيكا بتاعك. نزلت الملكة تحت. دمرولي القلعة. ايه ده، الملكة هتموت. نفعل تعويذة الملكة مش مشكلة. فضلش على الامر معانا. الامر مات. اللي هيسألني ايه اللي حصل في الجيم اللي فات، انا كسبت بس جيت 87%. طبعا ده قليل قوي. طبعا احنا هنخش اخر جيم وهي نفس التشكيلة اللي هنلعب بيها زي ما قدامكم على الشاشة. ويلا يلا نخشها. نسيب بس يلا. بس طبعا قدامكم اهوت دي قلعة 11. فاحنا برضو عندنا اختيارين، يا اما نبدأ بالهجوم يا اما نبدأ من فوق يا اما نبدأ من تحت. بس انا طبعا هبدأ من على اليمين من تحت اللي هي الجزء اللي تحت ده. اول حاجة هنزل هنا 5 وهنا 5 عشان يقطعوا الطريق. وننزل 2 جولم وننزل امر وننزل بقية القوات بتاعتنا اللي هم 11 باولر و5 بيكا. وننزل ما ننساش ننزل الملك معاهم، يعني الملك اهم حاجة. يلا نسيبهم يمشوا شوية. هننزل هنا تعويذة غضب. ايوه وواحدة تجميد على برج النار عشان مش عايزين خسائر كتيرة. في الناحية التانية هننزل الملكة ومعاها 5 معالجين. نستنى شوية وننزل التجميد. نستنى هنا. ايوه عند برج النار، اهم حاجة برج النار لازم ندمره عشان نضمن الفوز. ايوه مستنيين. يلا اهو ايوه بس كده. الملك شكله هيودع معانا هو والامر.
مش عايز الامر يودع دلوقتي لانه مهم، بس انا استخدم قوة الامر دلوقتي. ايوه بس كده، انا ضامن النصر. الملك خلاص ودع. الامر لسه معانا، معرفش ازاي، مع ان المفروض يموت. نستخدم واحدة تجميد دلوقتي، لحظة واحدة نستنى. بس كده نستخدمها دلوقتي. ايوه، احنا كده دمرنا النصر. ناقص بس البيكا دول يخلصوا من فوق و بس كده. نستنى نستخدم تعويذة غضب دلوقتي اهو. نستخدمها، ايوه استخدمها دلوقتي. ننزل بالتعويذة. البيكا هيطوروا، ممكن يكتسحوا اصلا كله. نستنى دقيقة، ايوه بس قدرة الملكة اتفعلت. هو ما كنتش عايزها في المكان ده بس مش مشكلة. التعويذات هما دول اللي اتبقوا اصلا. بس كده يا جماعة، كسبت. ده تقريبا خامس او سادس جيم نلعبه. جبنا منهم 4 3 نجوم و2 نجمتين بس. بالنسبة بقى للتطوير، احنا ممكن نطور 4 حاجات. اول حاجة ممكن نطورها هي برجر السهام. هنطور كل الابراج. انا كده كده اوريدي معايا برجين متطورين. تالت برج. ايوه وعايزين نطور مثلا تعال نخش المعمل. عايزين نطور تعويذة التجميد. معيش فلوس، بس لحظة واحدة كده نشوف المخزن. ايوه اهو، معانا فلوس. نفتح بقى كده، ورسميا طورنا تعويذة التجميد. نطور اخر حاجة المدفع. وبس كده خلصنا كل حاجة، خلصنا فلوس، خلصنا كل حاجة. ووصلت معانا لحد دلوقتي، متنساش اللايك وتدوس الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام.